انت قلت كده كلمة مش عايز ترجع لها في الشعور حاليا مع محمد صلاح. مصر انت تفتح القصه دي؟ اه طبعا لازم نعرف. يعني الصح ان انت لما يكون حتى حد عمل معاك حاجه معينه كويسه، دي حاجه طبعا شيلها عنده دايما. يعني انا ما شلت، مش رحتش مسحت البوست اللي شكرت فيه بالمناسبه، لكن في النهايه انت دايما بيكون عندك راي معين خاص بشخص، توجهاته وافعاله اللي بيعملها، خاصه ان هو شخصيه عامه. اه ما ينفعش ياثر عليك حركه لطيفه، اه طبعا. فانا انت كده كده وكلا كل واحد بقى له يبقى رصيد عندك معنى صح. يعني هو موقف معين حصل مع اقدره محمد صلاح واحترمه. ولا رأي، يعني رأي؟ لا انا اقصد فهمت. موضوع هو التذكره ده حاجه عطى. حلوه منه، فانا اه المفروض انت ايه تستشعر الحرج في الكلام عموما. مم. لكن بقول ان الموقف ده ما منعنيش ان انا لما يكون بيعمل حاجات ما تعجبنيش ان انا اقولها. اه طبعا. زي حاجات اه كتيره بقى حصل بقى ايام رياضيا. القصه بتاعت عمرو ورده ومش عارف ايه، ده كان بدايات. بس انا اللي كان من اكتر حاجات اللي ضايقتني محمد، وكانت بدايه الحاجه اللي فعلا زعلتني قوي، القصه بتاعت وقت ايام الشيخ الجراح في موضوع القدس ده، لما طلعوا اسر فلسطينيه من بيوتها. موقف بقى ما فيهوش اي نوع من انواع اللبش بتاع مثلا حد يقول لك حميد ولا مش حميد والكلام ده كله. كان اللحظه دي حسيت ان هو كان الموقف ايه، مايع شويه، فساعتها بدات انتقده يعني. مم. بلا جانب بقى الحوار اللي حصل بعد 7 اكتوبر، ما حسيتش ان الموقف كان ما كانش المفترض. اكتف مش بصراحة. الموضوع كان رد الفعل مش بقوة الحدث. خالص ملوش، مش بس مش قوه، الوضوح. مم. يعني القوه مش لازم يكون الموضوع صح. قوي. يعني انا زي ما بقول، انا دايما بقول ايه، واحد زي محمد صلاح كواجهه عالميه وكاسم كبير جدا في عالم الكوره وعالم العالم عموما، ممكن يكون له حسبة مثلا تخص حاجه خاصه بالمقاومه والكلام ده، يكون الموضوع ممكن فيه ايذاء ليه بطريقه ما. بس انا بقى دايما بقول إيه، ان لو فيديو البنت صغيره شايله اختها الصغيره اللي كانت بتعاني وعماله مثلا تشدها، لو نشرت الحاجه دي انا مش هخسر حاجه. طب هو في ما وجهة يعني نظر حتى جوارديولا. في مرحلة انت تقدر تتعامل مع الموضوع بذكاء، بدون ان انت تأذي نفسك لو في اذى اصلا. وانا كنت محمد صلاح اعتقد انه اكبر من انه يتأذي يعني. مم. وفي نفس الوقت تقدر ان انت تروج حاجة للقضية للمأساة اللي بيمر بيها اخواتنا. فمحمد صلاح ما عملش كده، هو اختياره، بس انا اختياري برضه ان انا انتقد القصة دي، مع انت مش التأكيد على عاجبك حاجة. الموقف بتاع محمد صلاح معنى صح بالظبط، يعني. مع التأكيد على حاجة مهمة، عشان دايما الناس تقول هو يعني البوست ده اللي هيغير. اكيد مش هو اللي في وجهة هيغير. نظر تانية م- متبنية م- الموضوع ده م- بعيدا عن ان انا مختلف او متفق معاه، م- ان محمد صلاح في مناقشة القضية دي نفسها كلامه بيوجه للغرب مش لينا. م- فوجهة النظر ان هو الكلام بتاعه لازم يتقال بالطريقة اللي هم عايزين يسمعوها بيها مش اللي احنا عايزين نسمعها بيها، بعيدا عن ان انا متفق او مختلف مع الموضوع ده. م. انا مش ما لا قلتش يعني، رايي، لا في ناس في بس دي ناس وجهة نظر بتطرح. فاهم قصدك، في ناس لاعبين وكان اقل شأنا بكتير محمد صلاح على المستوى الرياضي، وحطوا نفسهم قدام خط النار. النني عملها. ناس كتير بس في نفس الوقت بيواجهوا انتقادات جامدة قوي من الجنب التاني. هو بص، هو انت الحياة اختيارات. بالظبط. انت اخترت حاجة اخترت تمشي في معينة، الحتة دي اوكي براحتك، بس مش تحمل مسؤولية القصة دي، مش لا. دايما تبعاتها. مش دايما اقصد ان تمسك انت العصاية من النص. الموقف كان واضح يعني. انت انا دايما بقول يا ريتك كنت تكلم، يعني دايما كنا بنقول لك يا ريتك ما كنت اتكلمت. يعني اول موقف فيه شويه وضوح هو الموقف بتاع الفيديو. اللاعب الفلسطيني مم. اللي اه توفى، بالظبط. اللي استشهد، اللي من كام وهو قال سنة. لك مين اللي قتل. ده كان اول حاجه ممكن نقدر نقول عليها حاجه بعد واضح سنتين من فيها الوضوح. الحدث. الموقف كانش منطقي. ممكن انا اصبر شويه بعد ال 7 اكتوبر عشان كانت الموجه عاليه وبتاع، ممكن افهم. مم. لكن بعدها